الأصدقاء الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطفأ العالم وصمت، فأضاءت أصابعي وتحدثت. أثواب. طويلا تشدنا، تفرط الدهشة بسلال عيوننا، فتندلع الرغبات كحرائق. نحتفي بها كأنها جوائز الأحلام، ننحت أشكالنا بإزميل ألوانها حتى نكتشف أنها لم تعد صالحة لأعياد أوهامنا، ثم نتخلى عنها دون أن نكفكف عن خريف أكمامها دموع الذكريات. عطور. مع أنها كثيرة الابتسام، إلا أنها ملولة ولا تحب الانتظار. تبتسم بغنج على قمصان النساء، وتقهقه عالياً عندما تكون على سرير عاشقين، مثل حلم تتسلق الأجساد، تشير فتلتفت الرغبة. أحياناً تنثر الدهشة على الملامح فترتجف الشفاه، وأحياناً أخر تستدعي الصلاة قبل أوقاتها. كثيرة هي تحولات العطور، مرة تكون نوافذ وشرفات، وهي الرحيل على مدار المسافات، هي الإقامة ما بين وجه وحلم، ولا ترتضي لأسمائها لغة واحدة. لا تنام وحيدة مثل طفل غريب، تعرف الأماكن وتقرأ النوايا، ثم تهمسها بين عين وأخرى. لعبتها الأسرار، وغالباً ما تفضل أماكن القبل للإقامة أو الرحيل، وهي آخر من يقول للموتى وداعاً. ولا وداع لأحبتي. شكراً لكم.